كان عنده جبال من الذهب، والمفتاح الواحد لخزنته لازم يشيله 50 راجل قوي، أغنى راجل في التاريخ. لو اتجمعت ثروته هتكون على هيئة جبال وأنهار من الذهب ملهاش حصر. وعشان يجمع ثروته باع نفسه للشيطان. اتحدى سيدنا موسى وبقى عبد للشيطان. قارون، أغنى أغنياء التاريخ اللي ربنا خسف بيه الأرض، مين هو وإزاي حول التراب لذهب؟ وإزاي فقد ثروته دي في رمشة عين؟ وفين كنوزه اللي اتقال إنها موجودة في دولة عربية معروفة؟ في عصر سيدنا موسى وبعد هلاك فرعون كان في شخص عابد وزاهد اسمه قارون. في روايات كتيرة اختلفت حوالين علاقة قارون بسيدنا موسى، ففي ناس قالت إن هو كان ابن عمه، وفي ناس قالت إن هو كان واحد صالح من قوم سيدنا موسى. لكن اللي اتفقوا عليه إن قارون كان عالم كيمياء، وكان في نفس الوقت بيتاجر باختراعاته. لكن قارون ما كانش بيكسب من التجارة بتاعته، وكان برضه يعتبر فقير، واللي بيكسبه على قد اللي بيسد بيه احتياجاته. عشان كده فمرة راح لسيدنا موسى وطلب منه انه يدعي له انه يحول التراب فعلا لذهب. ولما شاف سيدنا موسى انه عبد صالح ومؤمن جدا بدعوته وبيحضر مجالس سيدنا موسى وان سلوكه متدين، دعا له من كل قلبه ان ربنا يجعل ايد قارون تحول التراب لذهب. وفعلا ربنا استجاب لسيدنا موسى، وبدأ قارون يحول التراب لذهب باستخدام الكيمياء ويزود تجارته، وبدأت ثروته تزيد كل يوم، لدرجة ان الخزائن اللي كان محطوط فيها الذهب واللي بيملكه قارون كان ليها مفتاح ما يقدرش شخص واحد يشيله، على الأقل لازم 100 حمار أو 50 شخص من الأقوياء عشان بس يقدروا يشيلوا مفتاح خزنة من خزن قارون. وربنا فتحها على قارون وأصبح من أثرى أثرياء الأرض. فعشان كده سيدنا موسى في مرة قال إن ربنا استجاب لدعوته، وإنه فعلا بقى غني، فلازم ما ينساش الفقراء ويديهم حقهم، وطلب منه إنه يبدأ يخرج زكاة من ماله للفقراء. ساعتها قارون قال لسيدنا موسى خلاص أنا هخرج من كل 1000 عملة ذهب جزء للفقراء والمساكين. سيدنا موسى فرح جدا. لكن قارون لما روح بيته قعد يفكر، أنا تعبت جدا عشان أجمع الثروة دي كلها، وكل ده بمجهودي، وأنا اللي بحول التراب لذهب، ليه أدي الفقراء فلوسي ومجهودي؟ وبدأ قارون يفكر إزاي يتهرب من سيدنا موسى، عشان ما قدرش يروح لسيدنا موسى ويقول له إنه تراجع عن وعده ليه، وخصوصا إن كلامه ده كان قدام مجلس كبير من قوم سيدنا موسى. فساعتها الشيطان وسوس له بحيلة شيطانية إنه يشكك في أخلاق سيدنا موسى. وفعلا كان في يوم سيدنا موسى مجتمع مع قومه وبيخطب فيهم. في الوقت ده كان قارون اتفق مع سيدة سيئة السمعة إنها تروح تتبلى على سيدنا موسى إن هو عمل معاها الفاحشة والعياذ بالله، وفعلا اداها ذهب وراحت عملت كده وقالت قدام الناس إن سيدنا موسى عمل كده معاها. سيدنا موسى ساعتها حس بالذهول والناس استغربت، لكنه ساب الناس وراح صلى ركعتين لربنا، فربنا أوحى ليه بالحقيقة وإن الست دي في حد مسلطها عليه. رجع سيدنا موسى للست دي وسألها ليه بتقولي كده؟ ومين اللي طلب منك إنك تقولي كده؟ انت مش عارفة إن ده تبلي وكذب وعقابه كبير؟ ساعتها الست خافت جدا من كلام سيدنا موسى وكانت عاوزة تتوب، فقالت له إن ده كله كذب طبعا، وإن قارون هو اللي سلطها عليه، وإنه دفع لها ذهب كتير، وطلبت من سيدنا موسى إنه يدعي لها ربنا إنه يغفر لها. سيدنا موسى دعا لها إن ربنا يغفر لها بعد ما وعدته إن هي تتوب عن فعل الزنا. لكن سيدنا موسى حس بالغضب الشديد من قارون وكل اللي عمله، ودعا عليه إن ربنا ينتقم منه على تبليه عليه، وإنه يفقد كل ثروته، خصوصا لما اتأكد إنه بيعمل كده عشان يتهرب من مسؤوليته تجاه الفقراء، وإنه ما بينفذش كلام ربنا. وقارون ما هموش كل اللي حصل ولا اعتراف الست عليه قدام قومه، بالعكس ده جبر أكتر من الأول. في الوقت ده كانت كل الناس بتحسد قارون على ثروته، وبقى قارون فتنة لقوم سيدنا موسى، لأن الناس كانت بتقول يا ريتنا معانا زي ثروة قارون، ده قارون ده حظه عظيم وكبير. لكن سيدنا موسى قال لهم إن قارون بخل على الفقراء، وإن ثروته دي مش عظيمة زي ما هم فاكرين، وإن وعد ربنا في الآخرة والصبر على الدنيا وجنة الآخرة لا تقارن بثروة قارون، وإن قارون بالعكس في اختبار، يا إما يدي الفقراء الزكاة وربنا يبارك له في ثروته، يا إما هيخسر كل حاجة. وفي يوم قارون خرج في موكب كبير وكأنه بيتفاخر قدام الفقراء، وكان ماشي يجر هدومه من على الأرض اللي كانت مصنوعة من الحرير. ساعتها ربنا أوحى لسيدنا موسى بأمره سبحانه وتعالى إنه يؤمر الأرض وتخسف بدار قارون وبكل ثروته. وفعلا خبط سيدنا موسى بالعصاية بتاعته على الأرض فانشقت الأرض، فقال لها ابلعي قارون بأمر ربنا سبحانه وتعالى وبكل ماله وكل قوته، ابلعي كل ثروة قارون. وفعلا بدأت الأرض تتشقق وتتهز وبلعت بيت قارون وهو قاعد فيه. فضل قارون وكل الخدامين يصرخوا، لكن محدش عارف ينقذ نفسه، لكن الأرض كانت اتخسفت بيه هو وكنوزه وقدام عين الناس كلها. وفعلا بقى عظة
وعبرة للناس كلها. الناس كلها كانت بتتفرج عليه ومش عارفة تعمل حاجة، وبقى عايزة وعبرة لكل الناس اللي كانوا بيتمنوا امبارح بس إن ثروة قارون تبقى ملكهم هم، وحمدوا ربنا إن ما عندهمش الثروة دي. أما المكان اللي اتخسف بيه الأرض بقارون وبيته وثروته ففضل محير لكتير من الناس على مدار التاريخ، لكن كل الروايات بتأكد إن المكان ده في مصر، لأن سيدنا موسى وفرعون وقارون وكل الأحداث دي حصلت في مصر في زمن القدماء المصريين، فبالتأكيد إن ثروة قارون موجودة في مصر. لكن المكان فين تحديدا اختلف الفقهاء والمؤرخين. ناس كتير بتقول إن بحيرة قارون تحتها بيت قارون وكنوز قارون، والبحيرة دي موجودة في الفيوم وبتبعد عن البحر حوالي 45 متر، وبتعتبر معلم سياحي كبير. لكن في النهاية ربنا أراد إنه يضرب بيه مثل كبير، وإنه أي ملك ممكن يزول في لحظة وبأمر ربنا سبحانه وتعالى.